السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده عندنا جيم لهيكارو ناكامورا عامل فيه 5 بريليانت المفتري. تخيل 5 بريليانت في جيم واحد. تعالوا نشوف الجيم ده ونحاول نستفيد منه ونتعلم. طبعا نتعلم كلنا من هيكارو ناكامورا، مصنف الأول على تشيز دوت كوم عالميا. تمام. نبدأ في الجيم ونشوف هو لاعب ايه وازاي فكر في ال5 بريليانت دوت وايه الأفكار اللي وراها. تمام. الخصم بتاعه بدأ الجيم دي 4. تمام. رد عليه كارل كامارو طبعا زي ما هو بيحب يلعب كينجز انديان ديفنس. تمام. يعني افتتاحه من اكتر الفتحات اللي بيلعبها بالاسود. تمام. الفكره منه إيه؟ الفكره ان انا هسيب لك الوسط زي ما انت شايف كده. الخصم لعب سي 4 فهو لعب جي 6. الخصم لعب نايت على سي 3. تمام. قال له يا عم انا مش عايز حاجه، انا عايز اطلع بالفيل والحصان وابيت، انت الوسط ده ما يلزمنيش. لعب له اي 4 في النقله ديت. اي 4 ديت مهدده ايه؟ مهدده العب هنا الحصان دوت. مش هينفع يجي هنا، مش هينفع يجي هنا، مش هينفع يجي هنا. هيجي هنا هقوم جاي ايه طالبه بالبيض. يا اما فده هيموت برضه. تمام. ما ينفعش يرجع، ما ينفعش يجي هنا، هيموت. فلازم ايه؟ لازم الحصان لو لعبت عليه اي 5 يرجع لمربعه الاساسي جي 8. تبقى انت ضيعت نقلتين، نقله طالع نقله راجع على الفاضي. تمام. فقال له لا انا مش هسكت لك. طبعا انت لعب لي اي 4، انت عندك فكره، فانا مش هسكت. انا هلعب دي 6. الفكره منها ايه؟ الفكره انت لو لعبت على الحصان بتاعي هتاكل هقوم جاي واكل وزيرك، هتاكل بالحصان. هعمل ايه؟ قال لا خلاص اطلع يا عم بالحصان كده طالب البدأ بتاعك. انا يا عم النقله الجايه انت هتحمل بيضه، هقوم جاي انا طالع بالفيل، هطلع الحصان بتاعي هبيت. انت لسه اصلا القطعه كلها في الصف الاول، انت ما جيتش اصلا الماتش. انا هبيت النقله الجايه انا هبيت النقله الجايه وانت ما جيتش اصلا الماتش. تمام. الواحد متوتر بقى. اول فيديو كده، حتى الامكانيات على قد. لو يعني ايه السيت اب، مفيش سيت اب اصلا. الكاميرا، الصوت، عارف انه مش احسن حاجه، ولكن ايه بنحاول نتطور. حاول برضه انت تستفيد من المحتوى، ومع الوقت كده يبقى فيه ايه تطور. تمام. حاول تستفيد من المحتوى، اكيد المحتوى هيكون مفيد بالنسبه لك. لاعب نايت هنا بيدعم الزقه ديت، بحيث ان انت مثلا لو اكلت ايه هاكل بالحصان مش بالبيدق. قال له انا يا عم انا مش مهتم، انا هبيت. قال له انا كمان مش قليل، هطلع البيشوب وبيت. خصمه ده 2900 على تشيز كوم. تمام. قال له يلا اي 5 اي 5. طب يا عم ده مش بيدق، لا مش بيدق. انت بعد ما تاكل هاكل، لو اكلت وزيري هاكل وزيرك. اهو البيضه اهو، مش محمي. هقول لك انت مش مذاكر انجز ان ديفنس وش. تمام. لان انا عندي نايت تيكس بريليانت. ليه؟ لان انت لما هتاكل الحصان ده اتكشف عليه، شايف الفيل؟ مع انه مش تعبان اتكشف عليه، هي كده عافيه. هاكل. تمام. والبدأ بتاعي رجعته، ومعايا انتشار كويس. لسه بقيتش انا هطلع النقله الجايه بالحصان بتاعي، هطلع بالفيل. خلاص وصلت من الرخاخ، انت لسه قدامك موال يعني. تمام. يبقى البدأ رجعته وكسرنا وزرا وانا منتشر كويس وانت لسه ما جيتش. فما بياكلوش البدأ ده هنا، وبيقوم جايين عاملين ايه؟ بيبيتوا. تمام. ناكامورا قال له يا عم انا هطلع بالحصان بتاعي، عايز اطلع الفيل واوصل بالرخاخ، انا اصلا ما بعرفش العب، انا جاي ايه اتسلى، سيبني. قال له يا عم الحصان ده هاته. قال له ماشي اللي تشوف، هرجع بالحصان. لعب عادي يا جدعان، انا العب اللعب ده لحد هنا. اي حد فيكم يلعب اللعبه ده. افتتاح محفوظ. طلع الحصان، طلع الفيل، بيت، العب دي 6، العب اي 5. افتتاح محفوظ عادي. الخصم اللي رجع بالحصان بهدف ان هو بيفسح مجال لايه؟ لبدء الاف 2. تمام. رجع بالحصان وكان ناكامورا قال له يا عم انت تزق اف 2 هتزقه، انا هزق اف 7 اللي عندي. هتزق اف، هزق اف. هترجع بالحصان، هرجع بالحصان. انا ما بعرفش العب اصلا، انت جاي تعمل ايه؟ انا جاي اهزر. لعب له هنا اف 3. قال له يا عم يلا. بدأ بقى ايه؟ يهجم. تمام. لعب له اف 5 هنا. دي اصلا تيبيكال ايديا في كينجز ايلاند ديفنس، ان انت تبدا تهجم بيه. بدا الاف وبدا الجي، تبدا تزق اف 5 اف 4 جي 5 جي 4 وهكذا. تبدا تهجم على الملك بقى، تشلوحه. قال له يا عم براحتك، انا هطلع بالفيل، هوصل بالرخاخ انا كمان، انا مش جاي العب يعني، انا جايين نهزر احنا الاثنين. قال له ماشي، هات الفيل ده الاول مبدئيا، خدت عليك تيمبو، ارجع بالفيل. تمام. هيبدا يزق بدا الجي 5. الابيض قلقان، هو عمال يزق في بياته. طب اقول لكم سؤال بقى، ليه ناكامورا عمال يزق في بياته ناحيه الملك؟ هتقول لي عشان محفوظه، ودي التيبيكال ايديا، وده كان جزء من ديفنس وتهجم على الملك. لا، بص على البيادق السياسيه البيدقيه بتاعتي. شوف راس الحربه بتاعها واقف فين، اتجاههم كلهم رايح فين كده. دي استراتيجي لازم تفهم. البيادق كلها مشاوره هناك، فانت يبقى جومك هنا. شوف الابيض البيادق بتاعته كلها مشاوره هنا، راس الحربه اهو، والبيادق كلها وراه. هقوم جاي زقين ده، هزق ده، هيبقى لعبنا كله على هذا الجناح. تمام. وفي المقابل الاسود هيلعب الناحيه التانيه على الملك. ف وده اللي هيحصل في الماتش، وده الصح، وده اللي بيحصل. لازم تفهم استراتيجي عشان تعرف. بس في ناس بتقول مثلا ايه، انا باجي في نص جيم ما عنديش افكار العبها، هلعب ايه؟ هقول لك افهم استراتيجي، شوف هيكل البادئ بتاعك عامل ازاي وامشي معاه. هنا الابيض بدا يدعم الزقه دي، لان هي كانت محميه بالحصان، بدا يدعمها. تمام.
الاسود قال له يا عم انا هفسح انا كمان ليه، هفسح الوزير، هحاول ادخل الحصان مثلا، هفسح الوزير في اللعب تمام كده. يعني هحاول العب برضه، انا اصلا جاي اهزر يا عم وانا بعرف العب، ده انا هيكارو ناكامورا يعني اعلى مصنف على تشيس كوم، بس حاجه بسيطه. قال له تعالى انا هلعب انا كمان، انا حامل الفيل حامل الحصان، ههجم على جناح الوزير، هضغط هكسب بعيد هرقي، ده لعب يعني، لو استنيتك 7 نقلات بس هلاقي ملك متدشمل. قال له يا عم وانا هدشملهولك. قال له ماشي، انا هجيب الرخ ديت هحاول اضغط هنا بالحصان، اضغط على مربع السي 7 تمام، لان المربع ده ضعيف شويه يعني، ليه؟ لان واحد بالوزير بس. قال له المربع ده ايه؟ قال له ضعيف. قال له انت اللي ضعيف يلا. طلع بالرخ نقله كريتيف جدا، ومحدش يلعبها غير الناس اللي ايه، الناس التوب، هيكارو ناكامورا، ماجنس كالسن، حد كريتيف كده، فيروزا، هانز موك نيمان هو مركب الفيشه طبعا بتاعت الانجن. ماشي. النقله ديت الاسود وصل بيها الايكواليتي، الايكواليتي او الاكوليبريم دوت ايه، هدف الاسود اصلا من الافتتاح ايه؟ انا متاخر بنقله، انت بتبدا اي 4 بتبدا دي 4 بتبدا سي 4 ابدا براحتك، ولكن انا متاخر عنك بنقله، فانت عندك افضليه دايما 2 من 10 3 من 10 نص 4 من 10. فانا بحاول اقلل الافضليه، بعدين ابدا ايه، افكر انا اهجم بقى، اخد انا الافضليه بعد كده. فانا لازم اول حاجه اوصل للتعادليه، هنا وصل بقى التعادليه النقله دي. قال له يا عم ايه، شكلك جاي تعمل دوشه، انا هبعد من الملك، انت عايز تيجي بالرخ كده في وش الملك بقى وتطلع بالحصان وتضحي وتلعب، لا 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 لا، انا هبعد من الملك ده ومالكش حاجه عندك. قال له ماليش حاجه عندك، طب افتح عمود الاتش ده. قال له يا عم هات البدأ بس كده. كان البدأ كله، جاب الحصان، طبعا احنا قلنا ايه، مربع السي 7 هنا اتحمى محمي بالوزير والرخ، فانت جاي على معلش ما فيش جاي تضغط على البدأ ده يعني، على اساس تلف بالفيل تيجي تقطع البدأ. طب يا عم مش لاقي تقف هنا اصلا، ده انا هيكارو يلا ارجع. انت مش كنت بتلعب هناك اتش 5، هتلعب اتش 4، هتلعب جي 4، ايه اللي جابك؟ قال له لا انا مركز في الناحيتين يابا، ده انا هيكارو. بعد النقله ديت الحصان ده متطرف، الفيل ده مقفول عليه، واقف اكنه لونج بون حرفيا، ما بيعملش اي حاجه تمام. الفيل ده كل مربعاته ممسوكه، الوتر ده هو واقف فيه، انا معلش مفيش هنا، مفيش. طبعا الاسود معاه افضليه، طبعا معاه افضليه ساحقه، هو خلاص الاسود هيبدا يفتح الجيم، فده تحليل الموقف، لازم تبص على الموقف تعرف ليه الاسود معاه افضليه، عشان تبقى فاهم امتى يبقى معاك افضليه، امتى تهجم، اما يبقى معاك افضليه تهجم، انت معاكش افضليه مالكش الحق تهجم، تفضل قاعد كده وتدافع زي الناس المحترمه وما تهجمش. فهنا هيكارو قال له يا عم الحصان ده مش هيرجع هنا، انت عايز تجيبه هنا وتقعد تلعب فيديو دوت، ولا تخش تقول لي هات رخ وهات فيل؟ الحصان ده يتكل من هنا. قال له ماشي هات الفيل دوت، انا هضغط عليه برضه وهلف بالفيل واجيلك. قال له يا عم ماشي، احنا فين والفيل فين؟ بدأ يهجم تاني على الملك جي 4. قال له انا هاجي بالوزير هضغط، يعني انت انا حلت ايه غير العمود؟ حلت العمود، هاخد العمود، هلعب لك يا عم، عايز اجيب البيشوب هنا، عايز العب. قال له تجيب البيشوب هنا يا عم، انا مش واقف هنا اصلا، انا مش عايز اقف هنا. قال له بس انت مربوط بحمايه البدء ده. قال له البدء يا عم هنتصرف ربك هيكرم. فهنا البيشوب كان ممكن يخش هنا، ولكن ايه، لو دخل هنا هيجي بالرخ بقى، وتفضل انت مربوط على حمايه الصف السابع وقطعك متربطه. قال له لا انا ما اجيش هنا، هات لي ايه، هات لي الرخ بتاعتك ديت يا باشا، وابعد عن البدء بتاعي ده. عايز تخش هنا يبقى انت الفيل بتاعك ده مات خلاص تمام، فانت مش تخش هنا، هتعمل ايه؟ قال له يا عم عايز اضغط على الفيل بتاعك. قال له الفيل بتاعنا، قال له يا عم مش مهم، انا عايز العب الفيل التاني اصلا. انت بتعمل ايه يا كامورا؟ قال لك عايز اجيب الوزير، عايز ابدا ازق اتش 4، ازق جي 3 تمام، ابدا اهجم بقى اكل كده. عايز ايه؟ الفيل بص على الرخ، واخد بالك انت؟ التاكتكس بتتبني مش بتتلاقى، انت لما تيجي تلعب بازل وتقول ده انا في بازل 2500، يا عم انت 2500 عشان انت عارف ان الموقف قدامك ده فيه مشكله، فانت حاطط ايدك ان في ايه، في نقله، انا لازم اجيب البريليانت، لازم اضحي يا عم، هديله وزير في بيدق واديله كش مات. لكن انت في الجيم ممكن يبقى انت عندك نقله وانت مش عارف، فانت لازم انت اللي تخلق التاكتكس، ما تستناهاش تجي لك. شفنا كامارا بيلعب ازاي، جاب الفيل هنا مش من فراغ. قال له يا عم انت بتلعب فيل، انا هعمل الفيل بتاعنا كمان، هاجي لك الناحيه التالته على البيدق، يعني ايه انت مش احسن مني؟ هتشغل فيلك هشغل فيلي. معلش. قال له هتشغل فيلك ايه؟ شغال فيل. قال له يا عم ماشي، وانا عايز اهجم شغل فيك براحتك. قال له لا عندك وقف بقى. فهنا انت عندك الحصان طار البيدق ده، بس انت لو كلته هتكسر، وانت طبعا انت في وضع هجوم، في وضع افضليه، انت عايز تهجم، فانت عايز قطع تهجم عشان تضحي عشان تلعب، انت في هجوم عايز قطع. خصمك واقف يدافع عن نفسه كده تمام، فعايز ايه، عايز ياخد قطع منك يكسر، فانت لما تبقى هاجم ما تكسرش. وده اللي عمله الكور، قال له لا مش هاكل بدأ ده. قال له هتاكل بدأ التاني بقى؟ قال له يا عم بدأ ايه، أنا مش بتاع بدأ اصلا، انا يا عم انا جاي اهزر. قال له هات الفيل، هات الرخ بتاعتك بالفيل بتاعي، البدائين الاتنين بتوعي، هترجع بالفيل مثلا، هقوم جاي ايه، هقوم جاي واكل بدأ في بدأ، هتاكل بالفيل او بالملك، هقوم جاي ايه واكل الرخ بتاعتك. قال لا. قال له انت عايز تاكل الرخ بتاعتي وطالب الفيل بتاعي ببلاش؟ لا انا احمل فيل ارجع بالفيل، البدأ اللي انت طالبه ده
مش هرجع الفيل، انا هاخد البيدق اللي انت طالب بيه الفيل بتاعي، لان انا لو رجعت تاخد كمان بيدق في السكه، لا 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 مش طالب. انا هقفل دي تقول لي موف اصلا في الموقف ده، هقفل واحمل البادئ بتاعتي واقفل جناح الملك. هتهجم ازاي؟ خلاص البادئ بتاعتي هي، مفيش عندك، ما عندكش اختراق بالعساكر. قال له اختراق بالعساكر؟ انا مش عايز اساكر عشان اخترق يا ابني، انا كامور. اداله اول بريليانت نايت تيكس اي 4. قال له الرخ بتاعتي انت طالبها؟ لا لا لا، انا مش بالرخ. طب كان هيحصل ايه هنا لو اكل الحصان؟ قال لك لو اكل الحصان اديله كش بريليانت برضه، بس هو ده ما حصلش في الجيم. هيطلع المايك هقول له يا عم ايه، انا طالب كش مات بالرخ، هتيجي هتتحرك بالملك، يعني مثلا هتلعب اي نقل ماشي، هديلك كش هتطلع بالملك، هقوم جاي ينزل لك كش اضحي بالوزير بتاع، هتاكل الوزير، هقوم جاي كش بالفيل، ده كش مات خلاص، لان انا محمي بالرخ بتاعتي، الملك بتاعك ما يطلعش، البيضه ده محمي بالحصان. انت طالب الفيل اه، بس الفيل فين اللي هيجي بقى الملك متكشش. نرجع. لو كنت اكلت الرخ هنا، بعد ما طلبت كش مات، انت لو اكلت الرخ هنا هقول لك كش ملك، الملك هيطلع اجباري، قام جاي لك كش ملك تاني، هتعمل ايه؟ الملك ما يتحركش ملوش ولا خان، هتقفل بالفيل تشيك ميت بالفيل بتاعي محمي بالوزير، تمام. نرجع بقى تاني، قال له لا يا عم ابعد عن الشر وغني له حصان ايه، انا اصلا انت راجل كريم وانا احسن منك ومش عايز الحصان بتاعك، انت طالب فرق عايز تاخد الرخ بتاعتي، لا انا هحرك الرخ. قال له يا عم ماشي اللي انت تشوفه، انت حركت الرخ بتاعتك هحرك الرخ بتاعتي، انا اصلا مش بتاع رخاء، خد الرخ بتاعتي انا مش عايزها. قال له لا، رخ ايه؟ انت هبل يا كامورا، بتعمل ايه؟ بتضحي بالرخ بتاعتك؟ مش هاخد الرخ. ليه ما خدش الرخ؟ لان انت لو اخدت الرخ هتاخد كش بالوزير، تمام، هتغطي بالوزير بتاعك مثلا. انا هنا عندي اهو، عندي اصلا اكل الطابيه، بس انت تاكل الحصان بتاعي، فاعمل ايه؟ هاجي بالفيل، الفيل طالب الطابيه، تمام. طالب لو انت حركت الطابيه، لما الطابيه مش هتيجي هنا عشان الحصان واقف هنا والفيل واقف، لو حركت الطابيه هقوم جاي واخد الحصان بتاعك، لو طلعت بالملك هديلك كش، هتتبهدل، تمام هتتبهدل. فانت اصلا وزيرك مربوط، هتعمل ايه؟ والرخ بتاعتك مطلوب. قال له يا عم الرخ بتاعتي مطلوب ومطلوب، بس طالب وزيري صح، هات الفيل ده. قال له يا ابني فيل انت هبل، طبعا ده ما حصلش في الجيم كله، بديك التحليل يعني، ده اصلا بلعب بيست موف بالابيض، تمام. هاكل هقوم جاي واكل رخ، تمام، هنا افضليه 6 للاسود. نرجع. خلاص يا عم مش هاكل رخ، هيديني كش وتطلب رخ بقى اه طبعا انت لو هنا بعد ما اكلت الرخ، اكلت انت مش عايز تقفل بالوزير هتحرك كده بالملك، مات في 8 كش، هتغطي، هاكل، هتاكل بالحصان، هجيب الحصان، طالب كش مات، تعمل ايه؟ مفيش، خلاص اضحي بالوزير، هاكله وهرجع تاني. فاهم حاجه؟ نرجع. قال له لا يا عم الرخ بتاعتك دي ايه؟ انا مش فاكر خاء دي التمرين انت من ناكامورا. قال له ناكل الفيل بتاعك، انت لما مشيت بالرخ سبت حمايه الفيل، كنت حامل الفيل، لما مشيت سبت الحمايه دي. قال له يا عم الفيل على حسابك، انا شايفه واخد بالي. قال له واخد بالك تهبل؟ قال له كش ملك، فطلع بالملك بتاعه. هنا طبعا لو كنت اكلت كنت اخد تشيك ميت في واحد، تمام، ما فيهاش دي، فاجباري تطلع الملك اصلا اونلي موف، تمام. بتكسب، كله بيكسب هنا، كله بيكسب، تمام. في الجيم ناكامورا لعب له بيشوب من هنا، دي ما كانتش بيست موف ولكن كله بيكسب. قال له يا عم روح ايه بس صلي على النبي كده، الفيل بتاعي خده انا مش عايزه، انت قاعد تضحي لي بقطعه من الصبح، يا عم قرفتني خد الفيل انا مش عايزه، كرهتني في الشطرنج. قال له فيل؟ طب يا عم هاته. قال له انت هبل يا ناكامورا، ده الرخ بتاعتك مش محميه، لا هات الوزير يا ابني انت عبيط. قال له وزير؟ قال له ايوه. قال له طب هات انت بس كده الملك الاول، هترجع هنا هتاخد في وش فيها ميت على طول، ميت ببيدق مهينه يعني، فانت لازم تطلع اجباري، تمام. قال له يا عم يلا عايزين نكشف على الملك. قال له بس انا مش تعبان. قال له يا عم انا اكشف عليك انا دكتور. فايه؟ قال له يا عم هات الوزير بتاعك. قال له الايه الوزير؟ قال له انت طالبه بايه؟ ببيدق. قال له هات. الملك لازم يطلع، دي تقول لي موف اصلا، انت تعمل ايه؟ ما فيش غيرها، انت لو اكلت البيدق ده كش هترجع، كش هترجع ميت، تمام. فبعد الكش ديت الملك طلع لقدام. انت رايح فين يا ملك؟ انت كنت هنا قاعد تطلع ما تيجي في حضن احسن. فقام جاي لعب له ايه، الحصان بيمنع حمايه الرخ للعمود دوت، بيحاول يدخل الرخ بتاعته في اللعبه، يحاول يجيب الوزير بتاعه من هنا، لعب انا عايز اموتك. قال له يا عم تعالى بس مش هتكشمي من هنا عشان ديت ميت انا حميتها، هتكشمي من هنا يا عم عادي هنزل على تحت. قال له هتنزل على تحت؟ تنزل فين عن كده يا ابني، تعالى كش بالرخ. الملك هيروح فين؟ مفيش غيرها. شوف الملك عمال يتفسح معانا، يتفسح. الملك جه في حضني خلاص، هتروح فين بعد كده يا ملك؟ يا عم تعالى، مش خسارة عليك، انت جاي لنا ايه ضيف برضه ماشي مشوار طويل، خد الرخ مش خسارة عليك. اكل بالملك، كشف عليه، قال لك مش تعبان يا عم خلاص حلبت الانشس. قام جاي هنا بالملك، تمام. في كل الاحوال اصلا ايه، تشيك ميت. لو كنت جيت انت هنا كده بالملك هدي لك كش بالحصان، الحصان بتاعي محمي كل حاجه محميه، هترجع تشيك ميت في نفس المربع، مربع ملعون. لو كنت جيت هنا تشيك ميت اللي ديت اللي حصلت في الجيم اصلا، لو كنت ده المربع اللي فاضل تشيك ميت في واحد،
تشيك ميت بدوبل. بص حصان، حصان ايه ده تنين مش حصان. تمام. فقال له يا عم لا انا هاجي هنا، وخد كشمات على الرقعه. هنا الماتش خلص معانا 5 بريليانت، مضحي بقطعه كلها. خد الرخ اللي انا مش عايزها، خد الحصان انا مش عايزه، خد الرخ التانية مش عايزها. انا عايز الملك يا حبيبي، ده كينجز انديان ديفنس. انت فاهم ولا مش فاهم؟ انا ناكامورا. تمام. اول فيديو في القناه، اتمنى يكون في افاده حتى لو الانتاج ضعيف. تمام. مع الوقت كده نتطور ان شاء الله، يكون المحتوى عجبكم. لو في تعليق عندك قوله لي في الكومنتس، عرفني لو في حاجه اعدلها. سلام.